صباح الخير، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله كويسين. وحشتوني والله. طبعا اليوم صحيت على طول، رحت لبست وجهزت وأخذت فطوري معاي. صباح الخير، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله كويسين. وحشتوني والله. طبعا اليوم صحيت على طول، رحت لبست وجهزت وأخذت فطوري معاي. مرة عجبني صراحة، هذا ما كانوا يوصلوا لي قبل أتوقع. اللي هو عبارة عن شيا وعليها يحطوا فواكه وكذا. مرة عجبتني بذور الشيا، اوفر نايت يسموها كذا. تجيب بذور الشيا تحطوا عليها حليب وتحطوا عليه اضافات اللي تبغوها وتخلوها ليلة كاملة في الثلاجة، وبعدين الصباح يصير ايش كذا يعني جامد، فاهمين؟ لأن الشيا تتشرب الموية كلها فتصير ايش كأنها شوفان زي كذا. طعمها صراحة حلو. المهم عندي موعد في العيادة اللي دائما أروح لهم. فاليوم قالوا لي يلا تعالي مجهزين لك كذا خطة جديدة، لأنه الخطة اللي سويتها معاهم كانت لمدة تقريبا شهر. خلصت كل شيء فيها، سوينا عدة أجهزة وليزرات، وصراحة شفت نتيجة خيالية والله. أنا ما كنت أعرف قبل كذا إنه الليزر ممكن يغير البشرة بهذه الطريقة. يعني كنت أحسب دائما بس الإبر، محفزات الكولاجين، هذه الأشياء، يعني إبر النضارة ومدري. بس والله إنه بعد ما جربت الليزر اكتشفت إن الليزر من جد شيء واو للبشرة. يعني كل مشاكل البشرة، المسام، مثلا آثار الحبوب، الشد، النضارة، إيش كمان، التصبغات وهذه الأشياء. فحنروح اليوم مع بعض نشوف إيش راح تقول لنا الدكتورة نسويه. ورموشي صراحة حالة يرثى لها. حجزت موعد، بس مشكلة موعد بعد أسبوع حجزته. قلت إنه يلا حمشيهم يعني كمان فترة، بس حسيت اليوم لما صحيت إنه خلاص بدأ يطيحوا. المهم كيفكم انتوا؟ طمنوني عنكم والله، وحشتوني. أمس غبت عنكم أدري والله، بس قررت أخذ بريك لأن حسيت أمس إنه ما عندي طاقة أبدا. وقلت لو صورت لكم حنقول لكم طاقتي السلبية. يعني حسيت أمس كذا المود إني أقعد على الكنبة وما أسوي ولا شيء وأقعد أتفرج مسلسل، وهذا اللي صار. يعني قعدت حرفيا طول اليوم في البيت أتفرج مسلسل، وبس بنفس الوقت كنت أشتغل على الفيديوهات. يعني هذا الفيديو اللي نزلت لكم اياه توه قعدت أمنتجه وأقصقص وأحط الكلام وكذا، وعندي فيديوهات تانية كمان اشتغلت عليها. فبس والله وصلت العيادة، الجو يجنن يا جماعة. صح إنه غبار، بس أنا راح أعتبره جو لندني. المهم تأخرت طبعا، موعد الساعة 11:30، الحين 11:54 دقيقة. أوكي الباب مقفل، خلينا ندق الجرس. أفتح الباب بسرعة. أحلى شيء إنه حاطين ستيشن كذا في موية وديتوكس واتر، وكمان عندهم الشاي الجابانيز تي. نو فيتناميز. فيتناميز، الشاي الفيتنامي، بس طعمه كذا أعشاب. جماعة دخلنا الغرفة، روقان مليون. طبعا حاطط لكم مغسلة تغسلوا، كمان حاطين لكم بوكس المجوهرات، حاولوا تنزلوا فيه اكسسواراتكم أشياءكم. حطيت شنطتي. ايش عندهم هنا؟ خلينا نشوف. سيرومات، كريمات، أشياء. المهم الحين حنشوف ايش حنسوي. حقابل الدكتورة وراح نحدد. شوف نتيجته اليوم أو بكرة. حشوف نتيجته تقريبا يعني يمكن بعد شهرين كذا النتيجة النهائية يعني. فقالت لي لازم تحطي مخدر لأنه ممكن احتمال الإبرة تعورك شوية، فحطينا مخدر. وكمان قالت لي إنه حنسوي اليوم ليزر لأنه طلعت لي حبوب هنا، وفي الحين هي راحت بس بقي حقها الأثر. فقالت لي جبنا ليزر، جهاز جديد يشيل أثار الحبوب إذا عندكم أو يعني. فحنسوي اليوم هذا الليزر، وحنسوي شو اسمه هذا الإبرة، أتوقع اسمها كاريزما، أتوقع، ما أدري، حتأكد الآن. بس كانت تمدح لي المرة اللي فاتت لما جيت، قالت لي إنه شيء مرة كويس وكذا، يعطي يعني رونق للبشرة ويشدها، بس لأنه يحفز الكولاجين الطبيعي. يعني هي مو فيلر مو بوتوكس، هي شيء من محفزات الكولاجين. يعني هي تخلي البشرة تعدل نفسها بنفسها كذا بالمفهوم الصحيح، بس إنه يبغى لها وقت. أحس وجهي خلاص تخدر كذا بطريقة غريبة. المهم على بال ما استنيت تخدير قعدت أقرأ عن الإبرة وكذا،
واكتشفت والله انها شيء حلو، يعني شيء مو بس يحفز الكولاجين زي ما قلت لكم، لا كمان يعطي نضارة وترطيب. وهذه الإبرة مستخلصينها من إيش؟ من دودة اسمها دودة القز، لأن هي تفرز كولاجين مشابه لكولاجين إنسان أو شيء زي كذا. وكمان ياخذوها من إيش؟ ما هتتوقعوا من مشيمة. تخيلوا المشيمة الأمهات لما يولدوا ياخذوا شكلهم، صاروا هذا الزمن حتى المشيمة ما يخلوها بحالها. افتكر أول كانوا يرموها، الحين صاروا يطلعوا منها خلايا جذعية ويطلعوا منها أشياء الإبر ويطلعوا منها كولاجينات ومدري إيش. فهذه الإبرة اللي اسمها كاريزما فيها كمان شيء من المشيمة، مستخلصينه من المشيمة، فتعطيكم زي الشد خفيف. يعني زي ما قالت الحرمة اللي حطت لكم قبل شوي مقطعها، تعطيكم تحفز يعني قوية. يعني على 20 أوكي يفرز الجسم كولاجين، حتى ما يحتاج تاخذوا مكملات. على نهاية العشرينات بداية الثلاثينات